تعالوا نشوف مع بعض تالت لعبة. اي حد بيشترك في نادي او بيعلم ابنه لعبة رياضية اكيد عنده الاطواق دي. تعالوا اعرفها لكم عشان لو اي حد مش مشترك في نادي ومش مدرب ابنه في لعبة رياضية. تعالوا نشوف ازاي. دي اقماع بتتباع في اي مكتبة كبيرة او اي مكان للالعاب الرياضية، وممكن كمان تعمليها بخامات عندك في البيت. ازاي؟ عن طريق ازايز المية. ممكن تجيبي ازازة مية وتغلفيه بقماش الجوخ اللي احنا اتكلمنا عليه او قماش الفازلين اللي احنا لسه هنتكلم عليه، او ممكن تلونيها، ممكن تعمليها وهو نفس الهدف. يلا نشوف مع بعض هنلعب بالاقماع ازاي. هنقول له هنمشي زجزاج او نجري زجزاج، وهو بيمشي هنقول له خلي بالك مش عايزه اي قمع يقع، ركز وانت بتمشي. وممكن كمان يجري، يلا بسرعه بسرعه، حركه اسرع 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 اسرع، هوب يلا 1 2 3 اسرع، احسنت. وممكن كمان يمشي على طراطيف صوابعه كده، تحكمه في الجسم والقوه العضليه اكبر. يلا نشوف مع بعض. هنقول له ازاي. على طراطيف صوابعك وامشي، يلا ركز زجزاج طراطيف صوابعك. هو هيبدا بقى يحاول، ممكن يفرد ايده عشان التوازن ويرجع تاني. دي كانت لعبه الاقماع، كنا بنتكلم فيها ان هو ممكن يجري وممكن يمشي وممكن يمشي كمان على طراطيف صوابعه على حسب سنه وعلى حسب قدرته البدنيه. دي بتعلم ايه؟ بتعلم الاتزان، وبتعلم كمان ان في يعمل خريطه ان هو هيمشي ازاي. دي خريطه جوه الدماغ، هو بيحدد هو هيمشي ازاي. هتنفعه في ايه؟ فكره ان هو يخطط ان هو هيمشي فين، هيبقى بعد كده لما هتنفعه لما يكبر. لو في اي هنا استفدنا ايه لما مشي زجزاجي؟ هو حدد هو هيمشي فين، حدد الطريق، عمل خريطة في ذهنه وعرف هو هيمشي ازاي عشان ما يمشيش عكس او ما يمشيش ويخبط الاقماع. حتى لما جري وسرعته زادت بقى عنده قوة تركيز اكتر، وبعد كمان ما مشي على اطراف صوابعه فالقوة البدنية والقوة الذهنية هتزيد. دي بقى هتفيده ازاي؟ لو في حفرة في الشارع، لو في طينة في الشارع، لو هو مثلا في مكان تاه منه ويبدأ يفتكر الخريطة وهيمشي ازاي. فالحاجات دي بتعلي التركيز والانتباه، وكمان بيحدد وبيعمل هدف عشان يوصل له او يحققه. كل ده كمان بقوة عضلية بتزيد. دي دي كانت تالت لعبة. تعالوا نكمل مع بعض في الفيديو الجاي. النادي الصغير في البيت، استنوا.